Top Video Tube. Subscribe, click like and share. اشتركوا بالقناة، اضغطوا ونعجب وشاركوا الفيديو. الماديات، الأكل، الأموال، الكثير يقول بعض أحيان الأسعار ترتفع، الاحتياجات تزداد. طيب أين الاكتفاء؟ معلمنا بولس يقول: تعلمت أن أكون مكتفيا بما أنا فيه، بالقليل أو بالكثير. أما الاهتمام بالغد، يسوع يقول لنا: لا تهتموا بالغد. ما نعلمش هل نعيش إلى الغد؟ تطول أيامنا إلى متى؟ أمر مجهول. ولكن من الذي يهتم بنا؟ الذي يملك الغد وحده. من هو أمس واليوم وإلى الأبد؟ إلهنا الصالح يسوع المسيح، الذي يقول: لا تهتموا بالغد. الغد يهتم بشأنه، رب الغد موجود. لكن احنا مفروض كلنا لا نملك أن نقول غدا. غدا نقولها، ولكن لا نستطيع أن نملكها.